السلام عليكم اخواتي وحبايبي، اخباركم ايه؟ ان شاء الله كلكم تكونوا بخير. كل الناس اللي سالت عني انا بشكرهم جدا، والناس اللي افتقدتني انا ان شاء الله بامر الله معاكم النهارده، وكنت معاكم والله متابعه الفيديو ومتابعه التعليقات عليه ومتابعه المنتدى، وهرد على التعليقات كلها ان شاء الله باذن الله، وهرد برضو على تعليقات المنتدى. بشكر كل اخواتي. طبعا سعيده جدا بتفاعلكم على الفيديو، سعيده جدا بتعليقاتكم، الناس الحلوه الجميله اللي بتعشق الصابون وبتقدر قيمته، والناس كمان الاجمل اللي بتنفذ الوصفات وبتعملها. حمستوني ان انا اعمل معاكم افكار جديده، وان شاء الله منها فكره النهارده. يلا بينا تعالي شوف هنعمل ايه. ركزي بس معايا الاول في شكل التيشيرت كده عشان معايا منه كام قطعه، وركزي معايا في الوصفه، هنبدا واحده واحده وبالتدريج. زي ما شفتي خدت حوالي 3 لتر ميه سخنه بتدخن كده يعني، وكميه من الخلطه اللي احنا عاملينها، ومعلقتين 2 بس من الكلور، وهنقع كل التيشيرتات دي لمده ساعتين على الاقل، وهرجع اوريها لك تاني بعد ساعتين. قبل ما ادعك شايفه كميه الاصفرار اللي تحت الابط قلت قد ايه؟ شوفي بقى وانا بدعك. فما بالك بعد انتهاء دوره الغسيل الكامله وعلى السخن، هتشوفي الفرق في اخر الفيديو. زي ما قلت لك اوعي تطلعي من الفيديو لما تشوفي النتيجه، عشان هتتحمسي تعملي الوصفه دي. طبعا انا نقعت التيشيرتات، لكن الشراب هغسلها معاكي على طول بدون نقع، وهتشوفي نتيجه فوريه. احنا عملنا طبعا التجربه دي قبل كده في كام فيديو. طبعا افضل طريقه تغسلي بيها الملابس البيضاء والفواتح لازم تستعملي الغسيل على درجه حراره تناسب طبعا نوع النسيج اللي انت بتغسليه، علشان تاخدي افضل نتيجه من الصابون البلدي او اي خلطه بتعمليها. شكل الشراب باين قدامك. بعد كده بقى هاخدك كده على الغساله في اخر الفيديو، وهتشوفي ازاي هناخد دوره الغسيل بطريقه معينه او بطريقتي انا، معرفش انتوا بتغسلوا ازاي، بس شوف طريقتي جايز تعجبك. بس الاول هنعمل مع بعض الوصفه الجباره دي. نتيجه واضحه. يلا بينا. ده الصابون اللي احنا عاملينه بالاضافات الفوار. الناس اللي شافت الفيديو ونفذت الوصفه هتعمل معانا خلطه النهارده. اما الناس اللي لسه ما شافتش الفيديو ولا نفذت، هسيب لك الرابط تحت عشان تعملي التجربه الحلوه دي. هبشر الصابون بالمبشره بالناحيه الضيقه زي ما انت شايفه كده، عشان اخد بودره ناعمه تدوب اول ما اضيفها للميه. بعد كده هحط الاضافات اللي معايا واحده واحده وبالتدريج. لو مش موجود عندك اي اضافه من دول هقول لك البديل ايه او تستغني عنها ولا لا. هبشر كل الكميه اللي معايا، وزي ما قلت لك دول 3 قطع، حجم القطعه ما يقلش عن 300 جرام. ده شكل البشر. ريحه الصابونه تحفه تحفه، الناس اللي نفذتها معانا هتاكد على الكلام ده. والله ما فيها اي اثر لريحه الزيت، وانا بحلف بالله. تمام. هجيب طبق كبير وهنزل بالكميه اللي معايا كلها. هبتدي افردها واحط الاضافات واحده واحده. اول حاجه هتضيفيها وضروريه جدا المسحوق البودر. اولا هيعزز الوصفه جدا، ثانيا هيشيل لك كل الرطوبه اللي في الصابون البلدي، هيخليه ناشف زي المسحوق بالظبط. هحط الكميه اللي موجوده عندي حوالي 4 اكياس، 3 منهم من ابو 5 جنيه، وواحد ب10، يعني 25 جنيه. اي كميه عندك حطيها. هقلبها مع الصابون كويس قوي زي ما انت شايفه كده بالظبط. بعد كده هضيف باقي الاضافات. دي كميه من الاكسجين، اي ريحه بتفضليها حطيها. هنزل بيها. انا بحط الاضافه دي ليه؟ الاول عشان عايزه المسحوق يبقى ريحته، او الخلطه دي تبقى ريحه المسحوق البودر بالظبط. في الوصفه اللي احنا عملنا فيها المسحوق كنت حاطه ريحه دوني، لكن هنا انا استبدلتها بالاكياس دي عشان تكون في متناول الجميع. تمام كده. خلاص هبتدي بقى اضافات تانية مختلفة بودر بقى. كل اضافات البودر اللي بتحطيها للصابون هتحطيها، يعني الكربوناتو او صودا الخبز، الزهرة البيضاء، البوركس، ملح الليمون، النشادر، هنضيف كمان ملح. كل الحاجات دي هتحطيها وهتقلبي كويس قوي. ضيفيها واحدة ورا واحدة وبالتدريج، وفي اي مرحلة مش هتفرق معاكي. ما تخافيش من الجل اللي احنا حطيناه. الرطوبة دي بعد ما تفردي الخلطة دي على صينية كده وتقلبي فيها بس ساعتين 3، يومين 3، هتنشف خالص. هنا انا بشرة صابون بشرة وضيفاه على الخلطة، هيديها برضو نظافة ويديها ريحة.
الخطوة اللي جاية دي اختيارية، لو موجودة عندك هتضيفيها، مش عندك اسمعي الكلمتين اللي انا هقولك عليهم دلوقتي بالظبط. دول موجودين عندي. الناس اللي بتلتزم بالمقاطعة ما تضيفيش الحاجات دي، انما الحاجات دي موجودة عندي عشان بشتغل بيها من زمان ولازم استعملها. كيسين من الفانيش وكيسين من كلوروكس الالوان البودر. انا حطيت كيس من البريكس، لو عايزة تستبدليهم بالبريكس هيبقى ممتاز، سواء جل او بودر. هنا اخر حاجة بضيفها ملح الليمون وبقلب كويس قوي. كل البودرات دي بتنضف جدا، والصابونة بتنضف جدا، وكمان الاكسجين اللي بينضف. يعني انت هتاخدي خلطة فعلا ممتازة. دول معلقتين او معلقة ونص من الملح، هينضف برضو. هضيفهم كده واقلب كله مع بعض. كمان الخطوة اللي جاية دي اختيارية. الاوكسي تاتش يا جماعة موجود عندي من يوم ما جبته ولازم استعمله. طبعا انا اشتريته خلاص ودفعت فيه رقم، فلازم استعمله، هيضيف للوصفة كمان يعني. فلو موجود عندك هتضيفي منه معلقة ونص زي ما شفتي، مش موجود استبدليه باكياس البريكس. الكمية دي تحط عليها 3 أو 4 اكياس، هيديكوا نتيجة حلوة قوي. خلاص انا كده خلصته. هفرده بقى عشان الرطوبة اللي فيه تطلع كلها، وبعد كده هبتدي ايه بقى، هبتدي اهزه باي مصفى عندك. اطلع الخشن لوحده والناعم لوحده، عايزه تخليه كده على بعضه براحتك، بس انا طبعا هفصله من بعضه. بعد كده هوريك الكميه الناعمه قد ايه والكميه الخشنه قد ايه. طبعا انا دلوقتي خدت منه جزء نقعت فيه الملابس من الكميه الخشنه، وبرده هغسل الغسيل ده في الغساله بجزء من الكميه الخشنه. طبعا الوصفه دي للابيض والفواتح، ما تفكريش خالص نهائيا ان انت تغسلي بيها الغوامق والبلاك. كل الاضافات دي هتكون غلط جدا على اللون الغامق وعلى اللون الاسود. هنا معايا حوالي كيلو ونص، ومعايا حوالي نص كيلو من الخشن، يعني 2 كيلو. احسبي بقى التكلفة اللي احنا عملنا بيها الصابونة وتكلفة الإضافات اللي حطيناها في الوصفة، ولو اشتريت 2 كيلو بالقوة دي مسحوق من بره هتدفعي فيهم قد ايه. هنا بقى تعالي معايا على الغسالة وشوفي أنا بغسل غسيل ازاي. طبعا أنا منقعة كل ده وريتهولك، هنزل بيه على الغسالة. وهنا بقى عايزة أقولك على حاجة، هديها اوردر غسيل بس، مش هديها شطف ولا دوران سريع، هديها ربع ساعة بس غسيل. تمام. الغسالة دي يا جماعة ساعتها 13 كيلو، ودي دورة صغيرة. ماشي. انا بس يعني هعمل لك تجربة عملي. بعد كده بقى هي هتاخد حوالي 60 لتر مية، هتاخد لها 5 دقايق عشان تسحب المية بتاعتها. هنا القفل بيقفل، ما اقدرش افتحها الا لما تاخد المية وتخلص الدورة كلها. فانا مدياها دورة غسيل ربع ساعة، مفيش دوران سريع مفيش شطف. خدت المية بتاعتها او هتسحبها. هحط كمان كوباية كده من الخلطة بتاعتنا وربع كوباية من الكلور. عايزة تستبعدي الكلور وتضيفي خل ابيض براحتك. هسيبها لما تفصل الدورة دي وارجع لك تاني. هي خلصت دورة الغسيل اللي هي ربع ساعة. شايفة الرغوة قد ايه؟ طبعا عشان غسلنا على السخن، لو غسلتي على البارد مش هيديك الرغوة دي. ده تاني دورة تانية بس برضو غسيل وشطف. دي مية الشطف حطيت فيها كيس اكسجين وشوية كلوروكس الوان. خلاص. ومعايا المعطر جاهز اهو. في الشطف هضيف المعطر، ومعاه سنة زهرة زرقاء عشان الاصفرار طبعا اللي في الهدوم البيضة. وادي النتيجة قدامك اهي. دورة صغيرة بس بينت لك الفرق واحنا بننفذها مع بعض كده. هتشوفي كمان في الطبق الغسيل مفيش اي اصفرار خالص. وهنشره دلوقتي على المنشر وهتشوفي، هقرب لك الكاميرا تشوفي تحت الابط مفيش اي اثر للاصفرار، والغسيل كانه جديد كده بمنتهى البساطه. ولا سحر ولا شعوذه، هو الصابون البلدي. الصابون البلدي نصيحه اعمليه، هتاخدي النتيجه دي لغسيلك. ما تكسليش، ما تخافيش، ما تتردديش. واي حاجه عايزاها منك اكتبي لي في التعليقات وهرد عليك. اي تعليق كتبتوه هرد عليه، انتظروا الرد. وانا كمان منتظره تعليقاتكم اللي بتحمسني. بحبكم جدا في الله. شكرا والسلام عليكم.